حديث يا اخوان يغفل عنه كثير من الناس وخطير جدا. روى الترمذي عن وحسنه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وروى أحمد بنحو من ذلك عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. وعقب الشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث بكلام عجيب جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه مادة وعنصرا له، فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فيا اخوان، يلي عنده منصب، يلي عنده حقوق ناس، يلي قاعد يفكر يدخل في صناعة المحتوى، واللي موجودين في صناعة المحتوى، فلتنظر ماذا محتواك يقدم للناس وللأمة. فإن كان طيبا فأنت وما تأكل وما ستأكل من أبنائك وما تتصدق طيب بإذن الله. وإن كان خبيثا فأنت خبيث وأبنائك يطلعون خبثاء. والله المستعان، والله ولي التوفيق. لكن يا إخوان، الكلام المعروف عن الله سبحانه وتعالى وعن دين الإسلام أنه الرجوع وباب التوبة مفتوح. ولكن يا إخوان، حاولوا أنكم تفهمون شغلة: اللي بيدفع ثمن هذا كله أنت قدام، لا انحطيت في الحفرة. ثانيها أبنائك من بعدك، المساكين اللي ربت جلودهم ولحومهم على الحرام، فهل ترضى أنهم يلقون في النار تلقي بيدك؟ أبنائك تلقيهم بيدك بالنار؟ إذن أعطيهم من الطيب، أكلهم بالطيب، اجعل دخلك طيب. صحيح أنه البعض يقول لك لا، الشهرة والمال أهم، الأبناء يحتاجون المال وطز بالباقي. لا والله طز. أعرف واحد تمسك بقضية فساد فعله أو قام فيه، ما أدري رشوة، وما لنا في التفاصيل ولا لنا في ذكر أحد محدد، لكنه كمنصب كان وسبحان الله عنده بنت كانت مخطوبة لواحد من نفس المستوى المادي والمستوى الاجتماعي بين العائلتين، وكانوا متفقين تمام الاتفاق، والبنت طيبة والولد طيب. هذا سبحان الله، ما أدري ايش اللي طلع في أبوهم، هذا أبو البنت، إنه ارتكب هذا الخطأ الخطيئة هذه. سبحان الله، الفسخ الخطبة طبعا أجبروه أهله إنه يفسخ الخطبة، وعياله ما صاروا يجلسون مع الناس في جمعات ولا يقابلون الناس في أي مهلكة أوردهم فلذلك الواحد إذا ما خاف نظرة الناس له، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ثانيها أنه بالنسبة للناس اللي أخطأت، الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح، وهذا الكلام اللي قلته إحنا عارفينه في الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت يوم أنك أنت تجي وعندك عليك توثيق من صور ومقاطع وذا رقص أو فلة أو مع خروج خاطئة وأفعال خاطئة ومشينة عشان تضحك الناس ولا عشان تصنع محتوى، بكرة النهار أبنائك هل يتشرفون بما تقدم؟ فافعل ما يشرفك ويشرف جيلك من بعدك، اللي هم أبنائك وأحفادك وبناتك، الشيء اللي يبيض وجهك أو يبيض وجهك. لا تندمون بكرة النهار بس ما ينفع. أسأل الله التوفيق. أرجو مشاركة هذا الموضوع لأهميته وقديش حيصنع الفرق في مستقبل كثير من الناس، وقديش حيغير من قرارات كثير من الناس. أسأل الله التوفيق لنا ولكم المسلمين جميعا.